الكيمي الموديل بتاعها رقم كام؟ 2026. ان ساعتين شحن تساوي 120 دقيقة شغل. يعني ساعتين شحن ساعتين شغل. الشاحن بتاعها يو اس بي. طبعا اليو اس بي زي ما شرحنا قبل كده في مكانات كتير ان الميزة فيه ان انا بشحن وانا موجود في اي حتة، على شاحن موبايل شغال، على صب شغال، على كيسة، على لابتوب، اي حاجة فيها مخرج يو اس بي هتشحن لي المكنه بتاعتي. تاني حاجه بلاقي الفرشه والمزيته اللي هو طبيعي وجودهم مع اي مكنه. تالت حاجه بلاقيها غيار للمكنه. الغيار ده مهم جدا وجوده، وفي مكنات بتنزل ما معهاش القطعه دي، لان مع الوقت ومع الاستخدام وبالذات لما يكون شعر الدقن طويل مع الاستخدام بلاقي الشرائح دي بتتقطع، فكويس ومهم جدا ان انا الاقي معاها غيار. ده بقى شكل المكنه، شكلها تحفه جدا جميله، ليها تقل شويه كده في الايد، مش خفيفه قوي زي الكيمي مثلا ال 8013 او ال 3 في 1. ده الكفر بتاعها الغطاء الخارجي. عباره عن شفرتين. لا، التباعد اللي بين الشفرتين يعني لو لاحظت حضرتك هتلاقي الشفره دي اعلى من دي شويه. التباعد ده بيعمل ايه؟ بيخلي حضرتك وانت بتحلق دقنك تبقى في مساحة ومسافة ما بين الشفرتين، اللي لو ضاع من الشفرة دي ما عرفتش تحلقه الشفرة التانية تجيبها. ده كمان بيخلي ان في انسيابية اثناء الحلاقة، يعني وانت بتحلق الاتنين مش مع بعض، ايدك مش مستقيمة، لا ايدك لو مايلة كده هتشتغل معاك وبسهولة جدا وبتشيل شعر كويس جدا. الدرجتين دول الشفرتين دول حاميين مش سهلين. بلاقي في الظهر هنا دي الدرجة الخاصة بتحديد السالف، يعني لما بشغل ارفع الدرجة اللي في الظهر دي بتاعت تحديد السالف، او الدرجة الزيرو. لو حد عامل دوغلاس مثلا ولا حاجة ممكن احدد بيها بالدرجة اللي احنا شايفينها اللي في الظهر دي. لما بتنزل واشغل بيبقى الشفرات، اشغل وارفع الدرجة اللي في الخلف دي بيبقى دي درجة التحديد زي ما اتفقنا. طيب تشغيلها بقى شكله ايه؟ المكنه دي بقى فيها مميزات كتير جدا، اهمها انها ديجيتال. لما هاجي اشغل ديجيتال بتعرفني الشحن بتاع المكنه فيه قد ايه وباقي قد ايه على ما تخلص. دي اول حاجه. الميزه الثانيه والمهمه جدا في المكنه دي انها على سرعات. يعني ايه سرعات؟ بص لما باجي اشغل تمام، عندي هنا زائد وناقص. بص الناقص اقل سرعه، لما هاجي ازود ادي كده سرعه اداني 70، سرعه 75. دي كده كفاءه للمكنه. يعني لو حضرتك شغال وايدك بطيئه قوي في الشغل فبتشتغل على اقل سرعه. لو عايز شغل بسرعه وعالي وايدك تبقى سريعه في الحلاقه هختار سرعه من الاثنين اللي بعدها. بيتخلع ازاي؟ بص حضرتك في زرار هنا في الجنب بالضغط عليه فكيت القطعة عن المكنة. اللي بتسألني بقى البراون أحلى ولا الفيليبس ولا الكيمي؟ لا، مفيش مقارنة. من ناحية التصنيع خلينا متفقين إن مفيش وجه مقارنة ما بينها وما بين البراون أو الفيليبس. بس من الناحية العملية ومن ناحية الشغل ومن ناحية السعر لا ده ممتازة جدا. يعني أقل من البراون مرة ونص أو مرتين يبقى أنا المستفيد، وبتديني نفس كفاءة البراون على فكرة.